اهلا متابعيني، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله زينين. طبعا اليوم راح اسوي لكم كيكة البرتقال. اول شي قبل لا نبدي بالكيك بديت شغلت الفرن على مود يحمى، ودهنت القالب مالت الكيك وخليته على صفحة، دهنته بقطعة زبد وخليته على صفحة. وهنا عندي 3 بيضات وخليت عليهن كيس من الفانيلا وكوب وربع شكر. وهسه راح اخلطهن شوية بالخاشوقة وبعدين اخلطها بالخلاط الكهربائي مالت الكيك. طبعا اخلطهن اخليه يصير لونه مثل الكريمي لحد ما يذوب الشكر ويا البيض. هسه هنا خلط بهذا الشكل. هسه راح انزل عليه نص كوب من الزيت، وهمينه راح اخلطه خلطة زينة. هنا شوفوا شلون انخلط. هسه راح اخلي عليه قلاص البرتقال بدال قلاص الحليب، لان هي كيكة البرتقال، فاخلي قلاص من البرتقال بدال الحليب. يعني هنا أنا ما راح استعمل الحليب، استعمل البرتقال بداله. هنا راح اخلي 3 كوابة طحين. طبعا نفس القلاص اللي قست بيه المقادير كلها راح اقيس بيه الطحين 3. هنا نخلت الطحين، طبعا ضروري ينخل الطحين حتى تخلصون من التكتلات اللي تصير بيه. وخليت كيس من البيكنج باودر ويا الطحين، لازم ضروري تخلوه ويا الطحين. وهنا همينه خلطته. وهسه راح اخلي القلاص الثالث وابدي اخلط بيه. اول مره خلطته بالخاشوقه حتى لا يتطاير منا ومنا الطحين. بعدين من تماسك بالخاشوقه رجعت خلطته بالخلاط الكهربائي حتى يصير عندي الخلط ناعم والعجينه ما بيها هواء، يعني يطلع كل الهواء اللي بيها. من بعد ما خلطته خلطة زينة وشفته هذا يكون شكله، راح هسه اخليه راح اخلي هنا عندي بعد كيس ثاني من البيكنج باودر. طبعا استعمل كيسين بيكنج باودر. وراح اخلي خاشوقة من خل الابيض. خل الابيض همينه يخلصنا من زفرة البيض. وثاني شي راح يخليها هشة واسفنجية، يعني راح يخلي الكيكة ترتفع اكثر. وهمين خلطته خلطة بسيطة بالخلاط الكهربائي حتى يتماسك كل المقادير. هسه راح انزلها وين؟ بالقالب. نزلتها هسه بالقالب. طبعا انا مشغلة الفرن على درجة 180 درجة وخليته يحمى. واول مرة شعلت الاسفل خليتها 50 دقيقة، وبعدين شغلت الاعلى شوية بس خليتها شوي تتحمر. وهذا شكلها من بعد ما طلعت. وراح اخليها 5 دقايق على ما تبرد واطلعها من القالب واشوفكم اياها. وهذا شكلها النهائي. وهسه راح اقصها. وهسه تشوفوها شلون مستوية من الداخل وشلون هشة واسفنجية. طبعا وصلت الى نهاية الفيديو. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوني باللايك والاشتراك اذا ما مشتركين بقناتي، وتعليق همينة، واريدكم تفرحوني بتعليقاتكم. مع الف سلامة.